انتبهوا تطيحون في هذه الغلطة. طلبت من أحد تطبيقات التوصيل من أحد المطاعم، ولما وصل المندوب عند الباب جاني إشعار من التطبيق الدفع نقدا. أنا ما سويت ولا شيء. استلمت الطلب وتواصلت مع المندوب وبلغته ما عندي كاش، أنا بحاسب أونلاين. قال لي التطبيق معلق، معليش لو سمحتي حولي لي على STC Pay لأنه التطبيق سحب من رصيدي أنا. شكيت في السالفة، قلت له معلش أتواصل مع خدمة العملاء في تطبيق، رفض وقال معلش أختي حولي لي ضروري. وبعدها أرسل لي رسالة موجود فيها أنه تم سحب من حسابه، مو حسابه الشخصي، رصيده اللي في التطبيق. صحيح أني طيبة بس والله ما مشت علي. تواصلت مع خدمة العملاء وبلغني الموظف أنه هذه لعبة يسوونها مناديب التوصيل، انتبه تحولين له. قلت ما حولت، فتح لي هو الأيقونة وسويت التسديد أونلاين ومشت السالفة. تكررت معي نفس المشكلة ولكن مع مندوب آخر. لما سويت الطلب من نفس التطبيق تواصل معي المندوب وقال لي سوري مدام، ممكن تحولين لي STC Pay؟ نفس التصرف. قلت له لا معليش أنا بحاسب بالتطبيق، افتح لي الدفع أونلاين. رفض وقال معليش ما أقدر، معليش مدام ما أقدر. قلت أوكي أنا بكلم الشركة الآن هم يفتحون لي إياها. تخيلوا جلس يترجاني إني ما أبلغ الشركة، وقال لي خلاص مدام لا تحاسبين أنا بروح، ما أهم شيء أروح. طبعا ما سكت. صحيح إني رحمته ولكن علشان نردع مثل هذه الأفعال لازم نبلغ. فاضطريت إني أتواصل مع خدمة العملاء، فتحوا لي مرة ثانية التسديد أونلاين وسددت. حفظا لكم ولحقوقكم انتبهوا تحولون STC Pay لمناديب توصيل المطاعم بالذات.